بس رسالة خفيفة كده وموقف عملياتي على السريع، لكن في البداية إذا مر عليك الفيديو ده اعمل لنا شير في أي جروب يعني، لأنه الرسالة ضرورية جدا وعاجلة. الموقف العملياتي امبارح ميليشيات عبد العزيز الحلو حاولت تعمل هجوم فاشل، والقوات المسلحة اتصدت للهجوم ده وكبدتهم خسائر كبيرة جدا جدا. ما دار اقول لكم انه استولوا منهم عربات وكده، لانه الناس دي يعني عربات زي الناس ذاته اصلا ما عندهم، لكن القدر اللي في ذاك برضه جزء استلموه منهم وأسروا منهم بعض القيادات، وفي جزء ديل يعني زي ما انتم عارفين قاموا جارين. فالحاجة دي يعني انتهينا منها. والحاجة التانية، أمس في كردفان تم تدمير 13 عربية عبر نسور الجو. 13 عربية دي محل واحد تم مسحها بالكامل. كردفان كان في تدمير بتاع مدفع 120، والمدفع ال 13 ده ال 120 كان بدون اتجاه بابا نوسة الفرغة، و13 عربية من العربات الطالعات من هربت من بابا نوسة في منطقة القنطور. كان عندهم اجتماع بعد هزيمة بابا نوسة، كانوا دايرين يغيلوا صالح الفوتي في منطقة القنطور. مشوا قعدوا ويتقنطروا ناس دي انسحبت، مشت قعدت هناك دايره، كل زول داير يقول لي انت منك انت، انا مني انا، منك انت، من ده من ده فتح الطريق. الناس دي قعدوا يتقنطروا. طب ناس الفيلم ده يا جماعه شير يا جماعه، والله في بلاغات كميه، شير يا جماعه قدر ما تقدر، شير يا شباب. وده كان الغرض الرئيسي من خروج البعاتي. الفيديو اللي طلع للبعاتي ليه طلع؟ ده السؤال. طلع لانه الناس دي خلاص في خراج الروح. يعني انت لما تيجي تقرا ليه الان طلع، ولو عنده قوه وعنده ناس هنا وعنده قاعد في كردفان وقاعد بكل القوه دي وما قدر دخل بابا نوسة، تبقى دي حكايه. لو عنده القوة دي كلها وقاعد وما قدر دخل حاجة وطالع في كردفان، دي ونسة، دي سمة ونسة. الفيديو ما عنده علاقة بالحشد، الحشد ده في وقت تاني، والتجميع بتاع الفيديو في وقت تاني. تم تركيب الحشد مع الفيديو، طلعوا لك المهزلة اللي جاتك دي. الناس اللي بتصدق سريع وتقعد هناك تصدق انه حميدتي لو فيه ذرة بتاعت نفس قلت لك بيطلع دقيقة مباشر في اي قناة، يجيبوا لك في قناة الحدث دي مباشر حقته، ممكن يودوا لك قمر صناعي مخصوص وخدتوا لك مباشر وخدتوا لك، يطلعوا دقيقة بتفرق معاهم، دقيقة مباشر بتفرق معاهم. لكن الكلام اللي شايفه ده كله ما بيفرق ولا عنده حاجة، إلا مع الناس اللي ما فاهمة حاجة، خريجين شطر الغنماية. ممكن ده لك يتغشوا فوق الناس، يتغشوا يقول لك الغاية جاء ويلا قوم. لأنه الميليشيا بتعتمد، لما تكوين الميليشيا اتكونت بالرجل الواحد، والطاعة للرجل الواحد، واحترام الرجل الواحد. الرجل الواحد ده عندهم مقدس حميدتي ده، عند الميليشيا دي بالذات. الميليشيا دي مش قبلية جهوية بس، لا، ميليشيا الرجل الواحد. يقول لك واحد ما هدو عبد الرحيم عارفين انه هم كذاب ولا عنده قيمة، زول تافه ساي ولا عنده اي قيمة عبد الرحيم، ولا بسوي حاجة، عارفين انهم ما بياخذوا بكلام الكلام كلام حميدتي. عشان كده عملوا المهزلة اللمس، التجميع والتركيب والمونتاج، تبديل المشاهد الخلفيات بمواقع قديمة بتجمعات قديمة فيها ناس ماتوا. الناس ديل فيهم ناس انجغموا من بداية الحرب، الناس اللي شايفون ديل فيهم ناس انجغموا من بداية الحرب، حميدتي مات، اكيد وكل يوم بنتاكد انه مات.
اللقطة هنا وين؟ اللقطة الناس اللي شافوها بورا بتاعت حميدتي وراه الهالك اللي عاملينه ده الهالك، القصة بتاعته جاي من الكفرة ليبيا. هنا بديك المشهد والقراية انه ده الشغل ده وقفوا الانهيار ده بيش. يا جماعة شير، يا جماعة شير يا جماعة، في بلاغات كمية والله، ما شير يا شباب. عشان كده حميدتي اللمس ده مشهد معروف، تمثيل في تمثيل. حميدتي هالك وانتهى ودنيا زايلة زمان. الرسائل اللي ترسلت بأنه بصوت حميدتي ده أنه الرسائل ونحن وبرسودان ونحن ماشيين ونحن ما عندنا، ما حنجيكم بشفشافة، يعني حجيهم بشنو؟ بدكاترة، حجيب لهم دكاترة، حجيب لهم الخير. الميليشيا معروفة، الميليشيا معروفة. الآن التجمع بتاعهم في المثلث، التدريبات في الكفرة، التجمع كفر المثلث، ظهور المثلث في الوقت الراهن ده ذاته عليه مليون علامة استفهام. ودي من الحاجات اللي احنا كنا بالنادي قبل 4-5 أسابيع بنتكلم مع القيادة. مهما كانت الخسارة الآن أفضل الحسم. ليه؟ الوقت ما في صالحك الآن، الوقت ما في صالحك. الناس دي ما دايراك تتلب العتبة الأخيرة، تلبتك العتبة الأخيرة مشكلة بالنسبة لهم. لناس كثيرين، ناس عاملين نفسهم أصدقاء وناس عاملين نفسهم أحباب، وهن بيبيعوك في أي حاجة بدون ضمانات بدون بيبيعوك. المشهد بتاع المثلث ده الآن بالذات الآن ما مشهد طبيعي، ما مشهد طبيعي. عشان كده القيادة بتاعتنا بتاع الجيش، الحرب انتهت، لكن بيدك ترجع الحرب تاني، وبيدك تحيي الجنجويد، وبيدك تحيي المرتزقة، وبيدك تدي الأمارات تاني فرصة. بيدك أنك أنت تعمل كل الكلام ده بشنو؟ بأنك تقعد حبة حبة. هنا ما وقت الإبرة، هنا أي إبرة بتتأخر هناك بيجمعوا ناس. أي وقت بتاع تأخير الآن بالذات، التأخير الأول ممكن مفهوم معروف، لكن الآن في حاجات كثيرة لازم تتحسم المعركة عشان الملفات الثانية تتحسم. المثلث خطر جدا جدا جدا، لأنه الآن الميليشيات الليبية رسمي شعبي مع الناس دي، رسمي شعبي. بدأت تحشد، شغالين حشد، شغالين حشد. ما سايل حشد ده، عندهم ضوء أخضر من جهات. اسمع الكلام ده كويس، في ضوء أخضر. وقسما عظما لو ما في ضوء أخضر ما يحشدوا بهناك لو القيامة قامت، ما يحشدوا بهناك. في ضوء أخضر، في لعب، في شغل غزر، في ضرب تحت الحزام من ناس قالوا هم معانا، قالوا هم متاثرين بحربنا وداعميننا. الكلام ده ليه؟ ما المثلث ده ليه ما جا من زمان؟ ليه المثلث ده ما دخلوا من زمان؟ ليه المثلث ده يا دوب فكروا فيه؟ سبب في حاجات كثيرة ما بتتقال الآن للأسف، للأسف ما بتتقال. لكن أكيد الأجهزة الأمنية عارفة، والاستخبارات عارفة، وعارفة المخطط، وعارفة كل حاجة، وده الخطر. في مفاجأة كبيرة جدا حصلت أمس بتخص أهلنا في ولاية كردفان، وأنا أوعدكم إن شاء الله. يعني حاليا ما دارين نكشف الزيت عشان ما نكشف الخطة، ولكن من هنا لحد المسا أنا بوعدكم هتشوفوا الحاجة دي بعينكم. والقوات المسلحة جهزت مفاجأة كبيرة جدا. طبعا القوات المسلحة زي ما نحن عارفين، يعني منطقة دي لو حرروها وأي حاجة إذا ما ضمنوا تأمين المنطقة دي والمناطق المجاورة ما بيعلنوا عنها. لذلك خليكم مستعدين للمفاجأة الكبرى، وخلال ساعات بس إن شاء الله هيتم إعلان عن المفاجأة دي، وخليكم جاهزين. بس شيروا لنا الرسالة دي في كل مكان، خليها تصل. أي زول ساكن في كردفان أو ساكن اتجاه الخوي خليك جاهز.